السلام عليكم حبيباتي، واش راكم خياتي؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وما يخصكم حتى خير ان شاء الله. شكرا على دعمكم وعلى تشجيعكم، ربي يهنيكم ويغنيكم بفضله عمن سواه. قولوا امين يا البنات، صدقوني انه دائما راني ندعي لكم من قلبي. ربي ان شاء الله يبارك فيكم وعلى كلامكم الطيب اللي يدل على طيبة قلوبكم. اليوم راح نشارككم السر نتاعي اللي مخليني نتحكم في الميزانيه، اللي مخليني ندخر من هذيك الميزانيه وميم طون نعيش باريحيه، ما يكونش عندي ذاك الضغط وذاك الزيار. الحمد لله الخضره الله يبارك، عندي المواد الغذائيه تاعي، عندي الخزين تاعي، وتكون الشهريه بسيطه. شوفوا الاخوات اللي راهم يقولوا لي ديري لنا تقسيم 2 ملايين، ديري لنا تقسيم 3 ملايين، كاع خواتاتي ان شاء الله باذن الله راح ندير لكم التقسيمات. كاين بزاف خواتاتي قالوا لي عجبتنا الطريقه نتاعك في التقسيم وفي التسيير، فمن فضلك ديري لنا التقسيمات ان شاء الله باذن الله كامل، راح نلبي لكم طلباتكم. ولكن صدقوني انه اذا ما تبعتوش هذه النصائح كاع، واش تقسمي واش ديري في لي زونفلوب، ماكش راح تنجحي. النصائح هذو اللي راني نمد لكم فيهم راني رايحين يساعدوكم اكثر من التقسيم، فهمتوني؟ السر اللي راح نمد لكم ما نظنش انكم راح تلقاوه في حتى مكان، باسكو علاه انا مع الوقت تعلمته. انا ايضا كنت 100,000 نجبدها في الاسبوع تروح في يومين، انا ندير في بالي انه هذه 100,000 راح نكملها في سمانه، نلقاها راحت في 2 جور. فتبعت هذه الطريقه اللي ساعدتني وعرفت دراهمي وين راهم يروحوا. بالنسبه لخواتاتي اللي كي درت لكم تعليق مثبت وقلت لكم وين راهم يروحوا دراهمكم ولا شيء، الحاجه اللي راهي تاكلكم الدراهم بزاف، كان بزاف اخواتي كتبوا لي في الاكل، مي هنا ما حدوش في واش راهي تروح اكزاكت. دوكا انت كي تقولي لي الاكل، كاين مواد غذائيه، كاين الخضر الاسبوعيه، كاين اللحوم، كاين المصاريف اليوميه، مصاريف الاطفال. دوكا بهذه الطريقه راكي راح تعرفي اكزاكتومون دراهمك وين راهم يروحوا. كيما راكم تشوفوا هنا بغيت نشارككم التحديات نتوعي. كيما العاده دائما نبغي نحفزكم، نبغي كل مره ان شاء الله دير تاويلها ودير امانها المادي ان شاء الله. هادو راهم المصروف الشخصي تاعي. خواتاتي اللي داخل جات نقول لكم مرحبا بكم. التقسيم تاعي راهو 4 ملايين. الناس اللي راهي تقول لي 4 ملايين حنا شهريتنا قليله، خواتاتي شوفوا انا غير مؤخرا اللي درت 4 ملايين، انا كنت نصرف 3 ملايين والله يبارك. بهذه الطريقه قدرت ندير بزاف حوايج. هاد عندي مده قليله برك بديت زدت شويه في الشهريه، درت 4 ملايين. معليش الانسان مرات يزير ومرات يرخف، فهمتوني؟ على حساب الظروف عادي. معناتها انت عندك 2 ملايين عندك 3 ملايين، المهم الطريقه نتاعك تكون ناجحه، وربي ان شاء الله يطرح كاع البركه في مالكم وفي رزقكم. خواتاتي كيما راكم تشوفوا انا هذه 500,000 مصروفي الشخصي. دائما المصروف الشخصي تاعي ما نروحش ديريكتومون للكوسميتيك نديه معايا، سينو ماني راح نجيب منه حتى دورو ديريكت. معناتها كي نقسم الشهريه، وكيما شفتوا انا الشهريه تاعي راه دخلت نهار الاثنين، مي ما توشيتاش حتى للجمعه. اليوم راهي الجمعه، راح ان شاء الله نشوف واش دخلت في الشهر كامل، وراح نعطيكم هذا السر اللي دائما نقول لكم عليه باش تحكموا المصاريف تاعكم. كيما راكم تشوفوا دائما عندي 200,000 تروح الحصاله نتاع 5 ملايين. اللي راهي باغا نشاركها حصاله 5 ملايين ما كاش مشكل، ان شاء الله باذن الله تقدروا. اللي مازال ما بداتهاش تقدري تبدايها من دوكا، ديري بها قطعه ذهب، ديريها حاجه لدويرتك، تشريها الكتروميناجي. المهم كل وحده والهدف تاعها. انا راني دايرت لها الهدف، ان شاء الله باذن الله كي نكملها معاكم رايحين نفتحوها وراح نقول لكم واش راح نشري بها. المهم خياتي بسم الله على بركه الله، راح ندير فيها 200,000 كيما العاده. هذه 200,000 دائما نحيها من المصروف تاعي الشخصي، وكاين بعض المصاريف اللي نزيدهم مثلا تاع المشاريع نزيد نديرهم. المهم انا باش ما نروحش نصرف كامل 500,000 عند الكوسميتيك، غير 300,000 كل شهر، 300 كل شهر 300، وكل واحد يشري لي برودوي على حساب القدره نتاعو. فهمتوني حبيباتي؟ هنا راح نكوشي على الخانات الكبار. انا دائما كنحط 200,000 نحاول اني نكوشي على الخانات الكبار. هنا راح نكوشي على 80,000 كيما راكم تشوفوا، ان شاء الله تكون واضحه برك. وراح نكوشي على 89 كيما راكم تشوفوا. واش راح يتبقى لي؟ 80 89 راح نكوشي على 31,000. فوالا هاي 31، هادو 31 و80 و89 هادو راهم 200,000. وكل مره نقص كل مره نقص، ان شاء الله باذن الله راح نكملها باذن الله، وراح اكيد نشاركها معكم.
المهم اللي راهي باغيتني نشاركها حصلت 5 ملايين راهي سهله بالبزاف. معليش الواحد يديرها على الامد البعيد، ماشي شرط انك ديريها في 3 شهور لانها هي حصلت 100 يوم. انا مثلا عندي مده من اللي درتها وراني مازال ما كملتهاش. نهار اللي يجي الخير ينفع، فهمتوني حبيباتي. وهادو رايحين يروحوا الكوسميتيك نشري بهم الحوايج اللي خصوني. شوفوا مثلا الصوالح تاع الكوسميتيك تاعنا حنايا ما راهمش يكملوا كل شهر. الشهر اللي فات شريت الحاجه هذيك، هذا الشهر ما نشريهاش، نشري حوايج واحد اخرين. انا هذه هي الطريقه نتاعي باش ما نصرفش بزاف. ولي برودوي انا ما عنديش مشكل في لي مارك، ما نروحش نشري الحاجه الغاليه. وكل واحد دائما نقول لكم على قيس المدخول نتاعو، كل واحد على قيسو. شوفوا خواتاتي، هنا صايره كملت الشهريه نتاعنا، رانا درنا 4 اسابيع كنت شاركتهم معكم. من الاسبوع الاول بديتو معكم، دائما قلت لكم ديروا يوم ولا يومين بدون مصاريف. ان شاء الله باذن الله رايحين نديروا اسبوع بدون مصروف، راح نديروا ان شاء الله تحدي. وكاع هذه الامور تحديات، سواء الحصاله ولا بيت الخزين ولا التحكم في الميزانيه، هذو كامل تحديات. احنا رانا نتحداو في انفسنا باش نتحداو الغلاء، فهمتوني، باش هذاك الغلاء ما ياثرش فينا ونكونوا عايشين مرتاحين. هذه هي الطريقه. هنا عندي الاسبوع الرابع، هادو هما المصاريف اللي صرفتهم في الاسبوع الرابع. دوكا انا مثلا راهي كملت الشهريه الاولى نتاع شهر افريل ودخلت عليا شهريه ماي. راني جبت هنا كيما راكم تشوفوا الجمعه، جبت دراهم تاع الخضره، جبت دراهم تاع الخبز. هنايا المصاريف كامل كل حاجه نكتبها خواتاتي، ودرت هنا الايام كامل كل حاجه نشريها راح ندونها كيما العاده. دوكا خواتاتي اللي قالوا لي المصاريف راهي تروح لنا في الاكل. هنا بعد ما تكمل لك الشهريه، بعد ما يكمل لك الشهر وتكوني دونتي كل حاجه، كل حاجه انا راني مدونتها. شوفوا مدونه المصروف اليومي، اللحوم، الدجاج، الفواتير معناتها كي عمرت الماء تاع الشراب كيما قلت لكم انا نعمر من عند الكمين هذوك اللي يجوا يعمروا تاع الماء الصالح للشرب، فكل حاجه راهي مدونه. دوكا انا هنا راح نشوف الدراهم وين راحوا لي، راح نحكم النهار الاول نشوف شي الحاجه اللي صرفتها بزاف، نحسب المصاريف تاع الخبز، نحسب المصاريف تاع الاولاد، نشوف هنا الدراهم وين راهم يروحوا لي. بهذه الطريقه انت تعرفي مثلا كاين وحده تمد لولادها ساميل، هي عندها 4 اولاد كل يوم عندها 20 في النهار. نهار اللي تكوني تمدي بلا ما تكتبي بلا ما تدوني كل حاجه، ماكش راح تحسي، راح تقولي ايه 5000 واش راح دير لي، ولا 5000 بصح انت نهار اللي تضربي هذيك 40 في السمانه راح تجيك 120000 نورمالمون. قولوا لي خواتاتي ولا 140. هنا راكي راح تلقايها انها ميزانيه، تزيدي تضربيها في 4 سمانات شحال راح تلقاي. تعرفي بلي هذوك المصاريف تاع الولاد راهم دايرلك 500000 ولا دايرلك 600000 من الشهريه تاعك انت ما تكونيش قادره دايره الحساب، فهمتوني. مثلا مصاريف النقل ما تكونيش انت دايره لهم انفلوب سبيسيال تاع النقل وانت عندك تنقل بزاف، والمصاريف تاع النقل راهم يخسروا لك في الميزانيه. هنا لازم لك انك تضبطي الميزانيه وديري مصاريف النقل وحدهم، مصاريف الاولاد وحدهم، كل حاجه خواتاتي تكون وحدها. حاولوا انكم تضبطوا الميزانيه نتاعكم بهذه الطريقه وبالتدوين، راح تعرفي دراهمك وين راهم يروحوا. كي نقولوا الاكل لازم علينا نحدوا اكزاكتومون وين الاكل. شريتي السكر بزاف راكي تكونسومي السكر بزاف، مثلا الزيت راكي تكونسومي بزاف. بهذه الطريقه تعرفي كاع الحوايج اللي راكي تستهلكيهم في دارك دراهمك وين راهم يروحوا. وتحاولي انك الشهر الجاي مثلا كنتي تشري الخبز بزاف في هذا الشهر الجاي انا ما نشريش الخبز بزاف، نعجن في داري، نشري الفرينه ونعجن في داري، سيرتو النساء اللي راهم قاعدين في الدار. فتقدري انك ديري كسرة الخساس، الناس اللي يديروا كسرة الخساس كيما حنا نديروا المطلوع بالفرينه، حاجه سهله مهله ما تديش منك كامل الوقت. انا بالنسبه لي نص ساعه نكون عاجنتها وحاطتها اكوتي، وندير كونتيتي نتاع يومين ولا ما نعجنش كل يوم، فهمتوني. فاخواتاتي هذه الطريقه هي اللي راح تساعدكم. انا كي نقول لكم الورقه والقلم لازم عليكم تطبقوا هذه النصائح، ما تدخلوش وتمشوا ديريكت، ما تشوفوش برك وتشوفي نصائح ايه هذه المروه نيشان طريقتها مليحه بصح انت ماكش تطبقي. انا ماذا بيا كامل تطبقوا، لانه هذه النصائح صدقوني ممكن ماكش راح تلقايها. ماشي كاع الناس يجيبوا لك الادخارات تاعهم، المشتريات تاعهم الاسبوعيه، تقول لك ها واش شريت السبت الحد الاثنين ثلاثه. انا قلت تكون قناتي بصدق ومصداقيه، نشارك خواتاتي كل حاجه بشفافيه.
الانسان الحفظ من الله سبحانه وتعالى. فهمتوني حبيباتي؟ تبعوا طريقتي من دوكا، ما تقارعيش كامل الوقت اللي شفتي فيه الفيديو. روحي رفدي اي كناش، اي كراس، المهم واش كاين عندك وبداي تكتبي. الاسبوع ولكن في الاسبوع الاول ولا الاسبوع الثاني ولا بداي في التدوين تاعك. الحاجه اللي ننصحكم بها انكم كل اسبوع ديروا له ميزانيه. ما تحطيش دراهم وصاي. مثلا انت راكي دايره 600,000 للمصاريف اليوميه نتاع شهر كامل، لا، هنا خطا. لازم لك ديري كل اسبوع شحال تصرفي، ومن الافضل ديري في النهار عندك الماكسيموم عندي 15,000 في النهار، ما نفوتش 15,000. فهمتوني؟ ما تفوتيش 15,000. اذا جاتك حاجه وفتيها هذا النهار، غدوه من ذاك نديروا يوم بدون مصاريف باش نوازن. هذه هي الطريقه اللي راح تساعدكم خواتاتي. تبعوها وادعوا لي بالخير، دعوه خير من عندكم، الجامد تاعكم خواتاتي. تعليق شباب، حاولوا انكم توصلوا هذا الفيديو لاكثر عدد من المشاهدات، باسكو كان بزاف اخوات مش عارفين كيفاش يسيروا الميزانيه، يسمعوا على التقسيمات، على لي زونفلوب، على هذه الامور. ولكن الحاجه المهمه ما راهمش على بالهم بها، هي طريقه التسيير. الطريقه نتاعك في التسيير وفي التحكم في الميزانيه هي اللي راح تدير فرق. انك ما تكونيش دائما في اخر الشهر في الديون، ما تخرجيش دائما في اخر الشهر بصفر دينار، لا. ماذا بيا انا كاع في اخر الشهر يكون عندكم ادخاركم، يكون عندكم امانكم، ولو 200,000 200,000 تكون عندك خير من مكان والو. فهمتوني؟ المهم رايحين دوكا نديروا واش تبقى لنا في المصاريف الشهريه كامل. شوفوا خواتاتي، قلت لكم انا دائما الاسابيع زوج الوالا ندخر منهم، لانه كل حاجه تكون عندي في داري. يكون عندي البيض، يكون عندي الفرينه باش نعجن، تكون عندي الفرماج، يكون عندي بزاف صوالح. فالمشتريات الشهريه هذيك راح تساعدني اني نتحكم في الميزانيه في الاسبوعين. هذا واش تبقى كما راكم تشوفوا. الاسبوع الاول والثاني دائما ندخر منهم ما شاء الله. من الاسابيع زوج التوالا سيرتو الاسبوع الاخير نلقى مثلا مرات الزيت كملت لي، ما نبغيش نروح نجبد من تاع الخزين، نشري لي 3 زيت، البيض كمل لي، الفرماج كمل لي. فهنايا شويه ما نقدرش اني ندير الادخار تاعي. مي الحمد لله كما راكم تشوفوا راهم فيهم بركه. المهم اني ما خرجتش على الميزانيه، هذه هي المهمه عندي انايا. وكان عندي ادخار كنت شاركته معكم، راح نجيب لكم الادخار تاعي بعد ما نديروا هذا الدراهم واش تبقى لنا خواتاتي. راح نحسبهم معكم. عندي هنا 5,000، 1 2 3 4 5 10,000. وهنا واش عندنا؟ هنا عندي 5,000، 10 20 1 راه عندي 20,000 الله يبارك. صدقوني هذا وراني نفتح معكم. هنا راه عندي 10 20 مع 20,000 40,000. وهنا 1 2 3 43,000. هذه بالنسبه للادخار الاسبوعي نتاعي من المصاريف اليوميه. نروحوا للطوارئ اللي كنت قلت لكم عليهم. الطوارئ انا ما توشيتهمش كما شاركتهم معكم. علاش؟ قلت خلي معليش حتى معناتها الحمد لله ما جانا حتى طارئ. قلت الحاجه اللي تبقى لي كما قلت لكم انا نديرها في الادخار. الطوارئ نديرهم في الادخار. مي الفواتير ما نتوشيهمش، الفواتير رايحين يقعدوا في كما راكم تشوفوا. هذو هما الطوارئ واش تبقى لنا. هنا عندي 25,000 نورمالمون راني دايه منها 10,000، ما على باليش وين راحت. نورمالمون راني كاتبه حقياتي كل حاجه راهي مكتوبه. معناتها دوكا نشوف هنايا راه خاصني 10,000، نروح نشوف وين راحت ال 10,000. المهم هنا راهي تبقات لي 125,000 من تاع الطوارئ. وهنا رايحه نكوشي معكم خواتاتي. بسم الله على بركه الله. الشيرات خواتاتي اللي راكم بديتوا معايا التحدي يلا تحفزوا معنا خواتاتي. هنا واش عندنا؟ اش ندير؟ بسم الله. راح ندير اولا 100,000. راح ندير 100,000. واش راح نكوشي؟ نورمالمون نكوشي على 5 نتاع 20,000. كما شفتوا هنا التحدي الاول رانا كملناه وبدينا في التحدي الثاني. خواتاتي اللي انضموا لينا جدد، راني باغيه نفكركم درنا التحدي الاول، كملنا 200,000 ورانا راح بدينا في التحدي الثاني. وان شاء الله باذن الله ماناش راح نكمل نحبسوه، راح نبقوا مع هذا التحدي ان شاء الله. هنا درت 100,000 راح نكوشي على 5 خانات نتاع 20,000. 1 2 3 4 5.
مبغاش يكتب لي هذا. المهم شوفوا خواتاتي، راني كوشيت على 5 نتوع الفاميل، حطيت صاميل هنايا. واش عندنا هنا 20 بسم الله. رايحه نكوشي على 10 وحده زوج كما راكم تشوفوا. وهنا واش عندي خواتاتي؟ هنا عندي 10,000 20,000 10 20. عندي هنا 5,000. الله يبارك، اللهم زد وبارك في ذلك. هنا عندي 10,000 بسم الله على بركة الله. 10,000 كما راكم تشوفوا. رانا تخلصنا من 10 وتخلصنا من 20. الله يبارك صحة. واش عندنا هنايا؟ هنا عندي 10,000. راح نكوشي زوج نتاع 5,000 بسم الله على بركة الله. ربي ان شاء الله يطرح البركة كامل في مالنا وفي رزقنا ان شاء الله باذن الله. هنا راني غلطت. شفتوا خواتاتي؟ عجبتني هذه تاع نكوشي، قعدت غير نكوشي. راني كوشيت على قريب نكوشي على الثالثه. المهم خواتاتي نشوف هنا واش تبقى لي. بالك نلقى 5,000 وحده زوج 3. ما لقيناش 5,000 للاسف. المهم ان شاء الله المره الجايه نزيد نكوشي عليها. 3,000 وحده زوج 3. المهم هذه ما هذه خواتاتي ما رانيش ما كوشيتش عليها. باقيت لي 5,000 هنايا، وباقيت لي هنا 10,000 وهنا 10,000. هنا باقيت لي 20,000. ان شاء الله باذن الله الاسبوع هذا رايحين نكملوا هذا التحدي. وهنا باقيت لي 2000 كما راكم تشوفوا. هنايا باقيت لي 20,000 وال5,000 وال2000. ان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي رايحين نكملوا في هذا التحدي، رايحين نكملوه ان شاء الله خواتاتي. المهم تحفزوا، تبعوا الطريقه نتاعي، النصائح اللي راني نمد لكم فيهم تبعوهم خواتاتي. صدقوني انكم راكم رايحين تنجحوا وتزيدوا ديروا ادخاراتكم. نصائح اهم من انك ديري لي زونفلوب، اهم من انك ديري تقسيمات. النصائح هذو اللي راني نمد لكم فيهم رايحين ينفعوك بزاف بزاف. من فضلكم اخواتي كثروا لنا من لي جيم، ديروا لي جيم باش يطلع الفيديو هذا لاكبر عدد من المشاهدات وكامل خواتاتي يستفادوا منه. وهذا هو الفيديو تاعنا. نتمنى ان يكون مفيد لكم. نتلاقاو في فيديو جاي. دمتم في رعاية الله. الى اللقاء.